السلام عليكم ورحمة الله أبطالنا في الثانوية العامة. بإذن الله على مدار الحلقات بتاعتنا هنشوف كل حاجة بالتفصيل، من أول شكل الورقة وتقسيمة الدرجات مرورا بالقصة المقال الترجمة، كل حاجة والطريقة الأمثل بتاعتها. طيب تعالى أشوف شكل الورقة أو تقسيمة الدرجات بتاعتي. أنا امتحاني زي ما هو 50 درجة. الفكرة في تقسيمة أو عدد الأسئلة. ال50 درجة دول متقسمين 8 درجات مقالي و42 درجة chosen أو اختيار من متعدد. ال8 درجات المقالي دول واخدين 3 أسئلة: سؤال كتابة مقال ب4 درجات، سؤالين على القصة اللي هي Great Expectations كل سؤال عليها بدرجتين، يبقى الناحية دي 4 درجات و4 درجات 8. من ال50 هيبقى لي 42 درجة الناحية التانية اللي هم متقسمين على 34 سؤال اختيار من متعدد، وال34 سؤال دول برضو متقسمين على 26 سؤال كل سؤال فيهم بدرجة، و8 أسئلة كل سؤال من ال8 بدرجتين. يبقى كده 16 درجة و26 درجة 42، والتمانية المقالي الإجمالي بتاعي 50 درجة. طيب تعالوا دلوقتي نبدأ بأسئلة اللي chosen الاختيار من متعدد، وكل سؤال بإذن الله هنشوف أبسط طريقة لحله. طيب السؤال الأول بيقول harm or injury، ضرر أو إيذاء that results or may result، بيحصل أو ممكن يحصل from some action or judgment، من بعض التصرفات أو الأفعال is called، يسمى أو اسمه. طيب تعالوا نشوف الكلمات. أول كلمة pride، دي فخر أو كبرياء أو عزة، كده كده أنت عارف كلمة proud يعني فخور. الكلمة التانية peace معناها أمن أو سلام. الكلمة التالتة piracy يعني قرصنة، كده كده انت عارف ان pirate يعني قرصان، عملية القرصنة نفسها piracy. طيب الكلمة الأخيرة prejudice هي الاتنين اللي فوق معناها إيذاء أو ضرر. طيب 50 كلمة أنا هحفظ الكلمات دي كلها إزاي؟ هقول لك على حاجة أبسط من البساطة. بص يا سيدي، كلمة injury فيها حرف J، كلمة judgment برضو فيها حرف J، خلاص خلصت. لازم تجيب أختهم التالتة prejudice عشان يبقى عندك 3 J، قفلت المثلث. ايه رأيك كده؟ يبقى أول ما عيني تشوف الكلمتين الجملة دي أو الكلمتين دول J أختار أختهم J بس، حتى لو مش عارف معنى أي كلمة في السطر كله. طيب السؤال اللي بعده بيقول the teacher، المدرس used to scold يعني يوبخ أو يأنب his students، الطلبة بتوعه severely بشكل عنيف أو بشكل قوي due to their behavior بسبب السلوك بتاعهم. the underlined word scold، كلمة scold اللي تحتها خط can be replaced by، ممكن نبدلها بكلمة blame، يلوم أو يأنب، طبعا هي الإجابة الاتنين نفس المعنى. praise، يمدح أو يمجد. encourage، يشجع، لا ما فيهاش تشجيع، دي حاجة سلبية. force، يجبر، أنا مش هجبرك على حاجة، أنا بأنبك أو بعنفك أو بلومك علشان أنا ما كنتش منتظر ده منك. طيب السؤال الثالث بيقول he was so fortunate to have such wonderful teachers، هو كان محظوظ إنه يكون عنده مدرسين رائعين كده. كلمة fortunate معناها lucky، محظوظ. طيب the antonym of the underlined word fortunate، antonym معناها التضاد أو العكس بتاع كلمة fortunate، يعني العكس بتاع lucky طبعا unlucky الإجابة التانية. أول كلمة inevitable، دي معناها حتمي، حاجة مفيش مفر منها. poor طبعا فقير. blessed معناها مبارك، عاملة زي كلمة holy. الوحيدة اللي تمشي هي unlucky غير محظوظ. بعد كده Rana started writing her، رانا بدأت تكتب since she was young، من ساعة ما كانت صغيرة. she recorded all her daily activities and feelings، كانت يوميا بتسجل كل حاجة بتعملها وكل حاجة بتحس بيها. طيب أول كلمة attitude، دي معناها سلوك،
مش عايزينها. biography دي سيرة ذاتية، حد بيكتبها عن حد تاني. dairy طبعا dairy دي بتفكرنا بكادبري ديري ميلك، معناها منتج من منتجات الألبان. والكلمة اللي أنا عايزها diary مذكرات. تمام، مذكرات حاجة أنا دايما بكتب كل حاجة بعملها. وممكن لما يجيلنا السؤال ده نربط كلمة diary كلمة دايما بكتب كل تفصيلة في يومي. ما تنساش اللايك والشير، واستنانا الحلقة الجاية.